مساء الخير، ايه الاخبار؟ اكيد طبعا عرفتوا من الفيست والاي دي ان انا هتكلم عن تجربتي مع التطوع في معرض القاهره الدولي للكتاب بكل تفصيله حصلت. اول حاجه، انا اصلا تجربتي كانت بدات لما شفت صحابي اتطوعوا كده، وحسيت ان انا عايزه اجرب الموضوع ده وعايزه اتطوع. واكشلي بجد هي من التجارب المهمة اللي اي حد دخلها اكيد اخد منها حاجة. انا كنت في دفعة 55. حاليا الدفعة اللي داخلة هي دفعة 57. انا قدمت عادي جدا في الفورم كاورجنايزر، وبعدها اتبعت لي ميل الاكسبتنس، ورحت عشان اعمل الانترفيو. ومن هنا بقى نبدأ الحكاوي كلها. كانت في فندق توليب في المعادي، وانا كنت فاكره بصراحه ان الموضوع عادي زي الانشطه الطلابيه اللي بندخلها، صحابنا اللي بيعملوا لنا الانترفيوز ومش عارف ايه، والدنيا لذيذه يعني. يعني انا ساعتها واجهني حاجتين كانوا شداد، مش شداد بس يعني كانوا صعبين شويه عليا. انا مش بعرف اعمل انترفيو مع حد، انا يعني انا ادخل لوحدي اعمل انترفيو لوحدي، بس هو الانترفيو كنا 4 بندخل سوا، وبجد دي من اكتر حاجات اللي بترعب منها في حياتي. فكنت محتاجه اني خلاص هكسر الرهبه دي، ان غصب عني انا مش انا انا موجوده محطوطه في الوضع يعني. وان عامه اللي عامل لي انترفيو هو عز العرب، واي حد قدم في التطوع عارف مين مصطفى عز العرب، هو اصلا مسؤول عننا وهو صاحب الفكره كلها وكده. فده لوحده اصلا كان يخض، انا لما دخلت كنتش عارفاه، بس انا اي حد كبير بيعمل لي انترفيو، مش حد قده في الجامعه زيي ومش عارف ايه وكده. وكان يعني الحاجة الفاني شوية اللي كسرت الدنيا ان انا يعني ان انا يعني انا بدرس آثار القاهرة، وهو كمان كان خريج آثار القاهرة. ف فحسيت اني عامة انا بجد خفت وانا كنت جوه، انا ما بينتش ان انا اتوترت، بس انا كنت خايفة جدا. ولان انت يعني لما بتحطي حاجة في دماغك، او لما تحط تخيل معين في دماغك، فانت داخل على اساس ده فتلاقي حاجة تانية، فالدنيا بتحسها بتتعك. واكشلي اللي حصل ان انا الوحيده ضمن كل اللي كانوا موجودين في الانترفيو، انا الوحيده اللي معرفتش اجاوب اي اجابه غير عن سليم حسن. يعني هو كان ساعتها، بصوا احنا في المعرض ده، طب بنتسال ايه؟ بنتسال معلومات تخص المعرض. هو هتلاقي انا متطوع اصلا بينزلها كلها، شخصية المعرض، وفي شخصية اللي هي الطفل، وفي شخصية المعرض الرئيسية السنة دي نجيب محفوظ. احنا شخصية المعرض بتاعتنا كان سليم حسن، المفروض تكون عارف معلومات عن الشخص ده وكل حاجة وحاجات كده بسيطة. تبقى عارف شوية معلومات زي بتاعة العباقرة وكده، اللي هو مين مثلا كان وزير رئيس الوزراء، مين كان وزيرة الري، مين كانت وزيرة مش عارف ايه وكده. بما اننا كنا 4 بنات، فهو كان سألنا على البنات مين اول وزيرة مش عارف ايه والحاجات دي. طبعا انا بجد ما كنتش اعرف اي حاجة للأسف، كنت عارفة سليم حسن وجاوبت على سليم حسن كويس جدا، عشان هو يعني ايقونة في الآثار. فحتى يعني انا كنت اول مره اتعرف عليه لما كنت بسألش عن شخصيه معرض، بس هو علق معايا جدا، لان هو بجد هو من مؤسسين ان مصر يكون فيها العلم ده وكده. فانا جاوبت على سليم حسن، بس ما عرفتش اجاوب على اي حاجه تانية. على الرغم من ان الاربعه، احنا كنا اربعه، التلاته اللي معايا جاوبوا احسن مني مليون مره كاجابات نموذجيه. انا الوحيده اللي ما جاوبتش اجابات نموذجيه، ما كنتش عارفة كل حاجة. بس كنت عارفة نفسي. يعني لما اتسألت ايه الحاجات اللي انا دخلتها قبل كده، كنت عاملة حاجة كويسة جدا، وانا كنت داخلة مركزة اني اقول حاجة واحدة، ودخلت وقلتها. كنت اكتر حد يعني ممكن نقول هو ايه، مستقر وهو بيتكلم، وواثق من نفسه وهو بيتكلم. وحتى هو كان لعب بأعصابنا شوية وكده، عشان يختبر يشوف انتي رد فعلك هيكون عامل ازاي وكده. فعامة احنا كنا طالعين احنا الاربعة، اكشلي احنا الاربعة متأكدين ان انا الوحيدة اللي اكيد مش هتقبل، والباقيين في نسبة قبول، لان كلهم جاوبوا ما عدا انا. اكشلي انا الوحيدة من ضمن صحابي الاربعة دول اللي اتقبلت، كلهم ما اتقبلوش، انا بس اللي اتقبلت. آم، فبجد يعني ما تتوتروش لو حد رايح الانترفيو قريب، ما تتوتروش وما تتخيلوش ان انتوا علشان ما جاوبتوش الاجوبه النموذجيه او الاجوبه الصح ان انتوا كده مش هتتقبلوا، مش بتحسب كده. بس لازم تفيل يعني تبقوا confident وانتوا بتتكلموا، لان ولو هو
ايا كان مين اللي هيعمل لكم الانترفيو، لان انا السنه بتاعتي كان عمر البربري برضو بيعمل انترفيوز. يا جماعه بجد دي الناس دي كبيره مين يعني، فاهمين؟ اكيد اللي عملوا انترفيو يعني السنين اللي فاتت ودفعتي هم مدركين الناس اللي عملت لنا انترفيو دي ناس بجد يعني مهمه ازاي في الحته بتاعتنا. ف اهم حاجه ما تتوتروش، اهم حاجه مهما ستريس اتحط عليكم ما تتوتروش، لان ده اهم حاجه اصلا في المعرض كاورجنايزر، بالاخص الشخص اللي في الهولز وكده، ان هو يعرف يتعامل مع الوضع. بس هو مش مستني منك تكون حافظ قوي ولا مش عارف ايه قوي، بس يو هاف انك تذاكر الحاجات دي اكيد، بس ما تروحش تجاوب اجوبه مثاليه، اتكلم عن نفسك، عبر عن نفسك بس. ايه تاني؟ ده بالنسبه للانترفيو. انا خلصت الانترفيو خلاص، انا في دماغي انا ما اتقبلتش، انا السلام عليكم، لقيتني دخلت الجروب وكده، نبدا نتقسم على لا لا الاول رحنا تريننج يوم واحد قبل المعرض. هو تقريبا بيبقى يوم او يومين، تاخدوا سيشن كده حلوه برضو في توليب، يعني احنا كان في دفعتنا كان توليب. رحنا يعني عرفنا كل حاجه، الديتيلز والهولز وكل حاجه، واتبعت لنا، بدا يتبعت لنا الPDF بتاع دور النشر كلها، والايفنتس اللي بتحصل كل يوم، يعني كل يوم بيتبعت لنا اللي بيحصل وكده. وقعدنا طول الفتره دي شغالين، سوري يعني طول اليوم ده خلاص بنتعرف على كل الديتيلز وايه الحاجات اللي ممكن تحصل معانا. وطبعا خليني صريحة، انا كنت قاعدة ساعتها بضحك عليهم، اللي هو الحاجات دي بتحصلش، هتحصل ممكن مرة في المعرض كله، تحصل مرة مرتين مع حد واحد مننا كلنا. actually كل حاجة اتقالت حصلت اول يوم انا نزلت فيه معرض، وكلهم معايا ومع صحابي، ما فيش حد ما تعرضش لاي حاجه اتقالت. فيا جماعه يعني اللي هيبقى ساعتها في السيشن اي حاجه هيقولوها ما تتريقوش عشان هتحصل لكم تاني يوم بس. المهم خلصنا السيشن وروحنا وبدانا تقسمنا، كنا انا مش فاكره كنا ايه، ثيتا ودلتا حاجه زي كده، او ثيتا وبيتا تقريبا، ثيتا ودلتا. انا كنت دلتا. هما 14 يوم، مش بتنزلوا الا 14 الا لو انتوا عايزين براحتكم. هما اهم حاجه ال7 ايام بتاعكم، يوم ويوم بتريحوا، يوم ويوم بتريحوا. الباص بياخدكم من ميدان من التحرير، من عبد المنعم رياض. لو اتاخرتوا هتروحوا مواصلات، انا بقول لكم اهو روحوا في مواعيدكم بس تروحوا. بيبقى في شيفت صبح وشيفت بالليل، بتبقى تقريبا 4 ساعات وبعد كده بريك، وبعد كده مش فاكره مواعيد قوي، بس هي حاجه زي كده يعني. وبتبداوا تبدلوا على الهولز، مش على الهولز كلها، على الهول والجيت، الهول والجيت يعني بتبقوا شويه بره وشويه جوه، يعني اليوم بيتقسم نصين، يوم انت بره في الهول وحد تاني بره في الجيت اللي بياخد التاكتس من الناس، والعكس. تمام. ده ايه، احنا كده بنتكلم في العادي. ايه الحاجات بقى اللي حصلت مع الواحد؟ اول حاجه عادي، الدنيا كانت لذيذه، كل حاجه كانت جميله. في الاول هتلاقي معاناه شويه في فكره استخدام الPDF بجد. انا معرفش ايه اللي حصل، بس كان معانا ولد، انا فاكره شكله بس مش فاكره اسمه. الولد ده عمل لنا ابلكيشن عشان يسهل علينا الموضوع، انا مش فاكره هل هو كمل الموضوع وبقيت يعني الناس اللي بعدينا بدأ يعني دفعه 56 يستخدموه، 57 يستخدموه ولا لا. بس بجد يعني هو على ما خلص الابلكيشن والبرمجه بتاعتها كنا خلاص في اخر كام يوم. المهم انتوا بتمشوا بالPDF عادي جدا، حد بيقف يسألكوا فين دار نشر كذا. طبعا عصير الكتب والحاجات دي هتلاقيها اكتر حاجه، انا كنت في هول 1 فدي اكتر حاجه كنت بتسأل عليها، فين عصير الكتب. فهو كان حاجه وعشرين كده، كان في اخر الهول خالص. في الاول مش هتبقوا حافظين، هيقفوا جنبكم تسرشوا، هتفتحوا الPDF، مش بتبعتوا الPDF ده ليهم، هتشوفوا وتقولوا لهم تروحوا كذا، وتشاوروا وانتوا مع الوقت هتحفظوا A و B، هما A B C، هما متقسمين A B C. بس تفضلوا كده ايه، حبه بتستراجل شويه على ما تحفظوا وكده والدنيا نوت، انتوا مش هتبقوا لزاز، انتوا الناس بتوع دار النشر هو مش فارق له حاجه، كان هو عايز يبيع، انت يهمك ان انت تنظم الدنيا. فانت هتيجي وقت هتلاقي تكدس، فانت عايز تحرك الناس، بس بتاع دار النشر هو مش فارق، هو مش عايز يحرك الناس، هو عايز الناس عنده. فدي شويه بيحصل شويه اكشنز، هتلاقيهم بيرموا يعني في دور نشر بتروح راميه مثلا بواقي الاكياس والحاجات اللي كانوا رابطين بيهم الكتب بره،
هو مش المفروض ده يحصل، المفروض هم يلموا الحاجه دي. فدي شويه حاجات رخمه كده هتحصل، بس عادي بتعدي يعني. ومع الوقت يعني بنصاحبهم وبيصاحبونا والدنيا بتبقى لذيذه موت. خلصت كده اول يوم، الدنيا ماشيه لذيذه مش عارف ايه. تاني يوم برضو هنبدا، في كام يوم بيبقوا زحمه موت. انا يعني احنا ساعتها طلعنا ترند اصلا ان كان يوم بتاعنا جه فيه 700,000. بجد اليوم ده كان بشع، اليوم ده كان صعب قوي. صعب علينا كلنا، وكان ضغط مش طبيعي. بس اكشلي هو انت بتتعلم هنا. ويا جماعه والله مش هيبقى ليكوا غير صحابكوا ساعتها. وبجد انا بقول لكم هتجربوا يعني ايه تيم وورك بجد في المكان ده. ليه بقى؟ علشان مش عشان انتوا حلوين وهم حلوين والناس حلوه وهم بيختاروا ناس على الفرازه. يعني محدش عارف اللي في نفس الانسان كده كده مهما عمل. عشان مفيش فلوس ورا الحوار ده. انتوا كلكم بتساعدوا بعض لان مالكوش غير بعض. هو محدش هيسمي عليكم. انت على ما تعرف تتكلم التيم ليدر اللي يجيلك من هو الرقم مش عارف كام، ولا تكلم مين. صدقني انت اصلا اوريدي بتبعت على الجروب فور ان التيم ليدر بتاعك يجي، انت تلاقي صحابك كلهم حواليك مره واحده. هما اللي بينجدوك. وانت بتروح تنجدهم. وانت لو حد بيحتاجك انت مش بيحتاج. يعني انتوا كلكم بتلاقوا بعض في كل حته. فبجد انتوا غصب عنكم هتختبروا التيم وورك. حتى لو مش يعني حتى لو مش في نيتكم ان انتوا تختبروه، انتوا هتختبروه. وهتدوقوا طعمه بجد. هتدوقوا يعني ايه تيم وورك، فور ان انتوا عايزين وحابين ده، مش ان انتوا مجبورين عليه في الشغل مثلا زي اي شغل او اي مكان. هتجربوه بجد باخلاص. هتعرفوا ناس شبهكم. هتشوفوا ناس شبهكم. هتشوفوا ناس بتفكر في ناس بتفكر في مستقبلها، عشان كده جايه مثلا انا محتاجه الحاجه دي عشان بتقدم على منح. ناس بجد بتحب التطوع لاجل التطوع. انا مش من الناس دي بامانه. بس انا شفت ناس مش اول سنه ليها ومش تاني سنه ليها، وبيجوا كل يوم فور ان هم مبسوطين بالجو ده، فور ان هم بيحبوا الحاجه دي. الناس دي بالنسبه لي مبهره. انا الناس دي انا عارفه فاكراهم كويس قوي. انا ما اقدرش اعمل زي الناس دي، بس الناس دي بجد موجوده. الناس دي بجد حوالينا. الناس دي مش بتقول كلام كليشيه. الناس دي مش بتروح وتمسك المايك وتقول انا قد ايه بحب التطوع وقد ايه مش عارف ايه. الناس دي بجد بتحب التطوع. الناس دي بتنزل بجد بطريقه مش طبيعيه. الناس دي بجد ديديكيتد للموضوع وبتحبه، وما بتسيبش وقت فاضي الا لما بتنزل تتطوع فيه وتعمل حاجه. ويعني من غير حاجه يعني وراها غير نيتهم اللي هم عايزين يعملوا ده. الناس دي بالنسبه لي مبهره. انا مش زي الناس دي. انا ببقى نازله لسبب. يعني انا يعني وين تو وين سيتويشن. انا نازله اتطوع واساعد الناس. بس انا محتاجه مثلا من ورا الموضوع ده شهاده فور ان انا عايزاها عشان خاطر عايزه اقدم على منحه ديتيلز كتيره كده. او اني عايزه اتعلم او اني عايزه اتعرف على ناس جديده. ويعني برضو بيكون ليا نيه ما من ورا الموضوع، وده ما يعيبنيش. بس بنبهر بصراحه. الناس دي جميله. الناس دي بجد من الناس الجميله اللي هتشوفوها. وانا بقول لكم هتشوفوا ناس كانوا معايا في دفعه 55 وهم اصلا مش دفعه، هم قبل دفعه 55 هتلاقيهم مكملين ما شاء الله. فهتشوفوا حاجات حلوه قوي وهتشوفوا حاجات وحشه قوي. وهتشوفوا ناس بتعاملكم بطريقه مش ألذ حاجه، بيتعاملوا معاكم من حته عاليه. هتشوفوا فئات كتير جدا. هتشوفوا شخصيات كتير جدا. هتشوفوا كل الفئات بتاعه المجتمع، وكل الجنسيات اللي ممكن تتخيلوها. وهتوصلوا ان انتوا بجد في وقت انتوا مش هتتكلموا لا انجلش ولا عربي، انتوا هتتكلموا فرانكو. يعني الناس دي اللي بتتكلم عربي ولا بتتكلم انجلش، وهتبقوا بتتكلموا بالاشارات وبتعملوا حاجات غريبه. بس الاحساس اللي هتحسوه بعد ما تعرفوا برضو توصلوا الشخص ده لحاجه اللي هو عايزها، احساس ما انتوا لازم تختبروه. هو ما بيتوصفش. فبجد هي على كل الجوانب هي تحفه. هي تجربه تحفه. لو بجد انت شخص في ثانوي لازم تروح. لو في جامعه حاول. لو في ثانوي لازم. انا في ثانوي بالاخص بتغير في الناس بجد. في ثانوي حاجه تانية، حاجه هتغير فيك كتير. اخر حاجه او قبل اخر حاجه، الناس بجد اللي هتتعرفوا عليهم هناك صحابكم. مش بقولكوا هتتصاحبوا وهتبقوا عشرة عمر، بس ناس شبهك تحسسك بالونس. ناس بتبعت فرص. انت مهما حاولت مع نفسك تشوف الفرص مش هتعرف توصل لكل الفرص، او مش هتشوف كل الفرص غصب عنك. الناس دي بجد بتبعت لاجل ان هي بتساعد وعايزة تتساعد، بس لا اكتر ولا اقل.
هتلاقي ناس بتشدك انك تقدم في حاجات تانية، هتلاقي ناس بتشدك في الحياة عامة، وهتلاقي ناس وحشة اكيد. انا بص، انا تجربتي مش هقولك كان فيها ناس حلوة، ممكن كنا جوه يعني جوه الوضع كنا مش ألذ حاجة سوا، بس واحنا راكبين الباص مروحين بالليل احلى ناس في الدنيا. ف ممكن لا، ممكن تتعرض لناس مش انتوا مش يعني كميتكم مش راكبه على بعض، هتتعلم من ده حاجه، هتتعلم بالالتزام، هتتعلم ان انت لازم تتعامل مع الشخص ده كويس، لان انتوا قلبكم على بعض غصب عنكم طول الفتره دي لحد ما تخلصوا سوا الحاجه دي. ف انتوا بجد هتتعلموا. بص، انا كل اللي كلمني بصراحه قبل ما ادخل الموضوع ده كانت التاب كلها هتغير في شخصيتك كعلاقات، هتغير فيكي هتعلمك عن الناس. بصوا، كله عن العلاقات. اكشلي انا ساعتها كنت اصلا بمر بظروف انا ما كنتش عايزه اتعامل مع، يعني ما كنتش عارفه اتعامل مع الناس، مش عايزه، انا مش عارفه اتعامل، فانا مش عارفه استفاد من اللي هم بيقولوه ده. فاولا يا جماعه بجد فكروا كويس قوي وانتوا رايحين. انتوا ايه يعني انتوا ايه يعني؟ انتوا قادرين تستقبلوا تدخلوا علاقات في حياتكم دلوقتي، ولا انتوا مثلا مطحونين وبيرند اوت من حوارات العلاقات دي ومش قادرين؟ يبقى ما تروحش في خيالك انك هتصلح ده هناك، انت هتتأذي هناك، هتتأذي عشان انت مش قادر انك تدي. وده اللي حصل معايا، ودي كانت صدمتي. بس انا اتعلمت حاجة تانية ساعتها. اتعلمت عن نفسي حاجة عمري ما كنت هعرفها غير الموضوع ده. بصوا يا جماعة، احنا بنروح يوم او يوم لا، كل اللي بنعمله في اليوم احنا بنلف في الهولز وبنودي الناس الاكشنز. طبعا لو طفل تاه، لو مش عارف ايه حصل، ناس هتبقى عايزه تديكوا فلوس وانتوا هتتخضوا ومش هتبقوا عارفين تعملوا ايه، وهتقولوا لهم لا وثانك يو ومش عارف ايه والكلام الحلو ده. ناس كويسه، ناس مش كويسه، كل الحاجات دي هتحصل يعني هتشوفوها. لكن انا الكونسبت بتاع ان انا اروح الف في الهول طول اليوم برشد الناس، اوكي فاين، واقفه بره في الجيت بقطع التيكت، it's not my job. يعني ماشي اعملها لمده 7 ايام قشطه. وعلى فكره كنت جيت فتره ما كنتش قادره، بس كنت بكمل فور ان انا بحترم ان انا، ما هو مش لازم ان انا اعرف اشتغل شغل انا شغل فيه اللي انا عايزاه، ممكن في وقت اضطر ان انا اشتغل شغلانه هي نفس الشغلانه دي بالظبط. فكنت ملتزمه فور عشان لازم التزم. بس اتعلمت ان انا مش شخصيه روتينيه في الشغل، ما بعرفش اروح كل يوم اعمل نفس الحاجه لمده معينه واروح، مستحيل. بموت ببقى عارفين يعني بيطلع روحي لو مش قاعده كده قصاد اللاب، قاعده بفرك على حاجه، ولا قاعده بفكر في حاجه، ولا قاعده بجرب حاجه، ما اشتغلش، ما اعرفش اشتغل. ومش فكره اللي هو شغل ان انا واقفه في محل، لا، حتى لو شغل على اللاب بس انا بروح مثلا ما بعملش حاجه غير ان انا بصمت نفس الحاجه كل يوم، مش هقدر. الشغل اللي هو ما فيهوش ريسك، ما فيهوش رايح وجاي، ما فيهوش تجربه وخطا، انا ما بعرفش اشتغل، ما فيهوش حاجه كل يوم مختلفه. يعني ممكن الكلام ده يتعارض مع فكره ان انا بحكم، والتحكيم انت قانون حافظاه وبتنسي تسفري بيه، لا الوضع مختلف في التحكيم. فيعني انا بدور على حاجه في رتم التحكيم، في رتم الشغل، في كرياتيفيتي، في اللي فيه كامبينز، في اللي فيه مش عارف ايه. فاحنا كل يوم متغيرين، كل يوم طلباتنا مختلفه عن امبارح. بس ف هتتعلموا حاجه ايه هي، انا ما اعرفش وانتوا كمان ما تعرفوش. يعني مش زي ما كل هيقول لكم شخصيتكم والعلاقات، هتروحوا تتعلموا حاجه ثالثه خالص. بس خليكوا اوبن ان انتوا تتعلموا، خليكوا مستعدين ان انتوا تستقبلوا اي حاجه تتعلموها من اللي حواليكم، من الاكبر منكم ومن اللي اصغر منكم، من كل حاجه. بس دي كانت قصتي مع التطوع، وهي من احلى الحاجات اللي جربتها. وعامه مكتوب على التيشيرت ده كنا بنمضي لبعض في الاخر، مكتوب ورا يعني بالهيروغليفي، عشان انا بقى كنت في اثار، عشان في اثار يعني وكده، وبس كنا بنمضي لبعض في الاخر. بجد صدقوني دي ألذ تجربه هتجربوها، انت مش خسران حاجه من التجربه، بس انت مش كسبان حاجه من عدم التجربه. تمام؟ بس يلا باي.